في الفيديو ده هخليك تعمل اول مالتي ايجنت ستراكشر ليك من غير ما تكتب سطر كود واحد. بس قبل كل حاجه هفهمك ايه هو المالتي ايجنت ستراكشر وليه بنعمله، عشان لما نخش في العملي تبقى فاهم كل خطوه بتتعمل ليه. ده الشكل العام للمالتي ايجنت ستراكشر. اول حاجه اساسيه عندنا هو المين ايجنت او البارنت ايجنت. في الايجنتك اي اي بنسميه اوكستريتور ايجنت. فكرته ان هو يوجه الامر اللي جاي له للسب ايجنت المخصص للحاجه دي. عشان كده احنا بنربطه بكذا سب ايجنت. مثلا هنربطه بسيلز ايجنت، فكرته ان هو يهتم بكل السيلز اللي بتحصل عندك في الشركه. واحد تاني عباره عن ماركتنج ايجنت، يكون مسؤول عن كل حاجه ليها علاقه بالماركتنج. او ابوينتمنت ايجنت، ان هو يسجل لك المواعيد اللي بتيجي او حتى ياخد باله من كل المواعيد اللي جايه. وبكده احنا عندنا حاجه اسمها مالتي ايجنت ستراكشر، عباره عن مين او بارنت ايجنت. المين ايجنت ده في الايجنتك اي اي بنسميه اوكستريتور. هو عباره عن المانجر في الشركه، ممكن يكون تحتيه كذا تيم، كل تيم ليه مسؤوليه معينه او كل تيم ليه دور معين في الشركه. مثلا المانجر ده لو في حاجه ليها علاقه بالسيلز هيوديها للتيم اللي ليه علاقه بالسيلز، لو ليه علاقه بالماركتنج هيوديها للتيم الماركتنج، لو ليه علاقه بالحجوزات او appointments هيوديه للتيم بتاع الابوينتمنتس. فهي دي الفكره. المين او المانجر كل فكرته يوجه الحاجه لمكانها الصح او للتيم بتاعها الصح. دلوقتي احنا شرحنا الموضوع بشكل نظري، نبتدي بقى نعمل ده بشكل عملي. هنخش على تول اسمها init. ده بشكل تفصيلي شكل المالتي ايجنت ستراكشر. احنا بيبقى عندنا ايجنت اللي هو البارنت ايجنت المانجر بتاع التيم، وتحتيه بيبقى سب ايجنت. احنا هنا عاملين اتنين، جيميل ايجنت وكالندر ايجنت. طبعا بالشكل ده صعب جدا انك تفهم كل حاجه، ودول اتنين سب ايجنت بس. لو بقى اكتر من كده هيبقى شكل عشوائي جدا. عشان كده لما تنظم الموضوع بشكل اكبر بيبتدي يبقى شكله عامل كده. وده اللي انا هعلمك تعمله النهارده. هو نفس الاستراكشر التاني ولكن بشكل منظم اكتر. لانه هنا الجيميل ايجنت بيبقى عباره عن ورك فلو موجود في حته تانيه، واللي هو ده. اللي انت بتعمله هنا ان انت بتخلي كل سب ايجنت موجود في ورك فلو لوحده يبتدي يشتغل لو المين ايجنت قرر ان احنا نستخدمه، بدل ما يكون الشكل عشوائي بالشكل ده. تعالى نمسح كل ده ونبتدي خطوه بخطوه. في الاول خالص هنحط الاي اي ايجنت بتاعنا، نحط له ال LLM او البرين زي ما قلنا، وبعد كده نحط له الميموري. لو مش عايز تحطها ممكن ما تحطهاش. دي بقى الخطوه المهمه. بدل ما كنا هنحط حاجه هنا اسمها ايجنت ومنها نحط تول تانية، بس بعد كده يبقى شكل عشوائي جدا. فكل اللي هنعمله ان احنا هنعمل نفس السب ايجنت ده ولكن في ورك فلو تانية. ازاي؟ طيب هنسيب ده كده ونروح نعمل كرييت نيو ورك فلو. الاختلاف ان التريجر هنا هيكون حاجه اسمها when executed by another workflow، ونقول له accept all data. فكرة دي انها بتقول للورك فلو انها ما تبتديش غير لما ورك فلو تانية تستدعيها او تقول لها تبتدي. وبعد كده نضيف بقى الايجنت بتاعنا بكل التول اللي احنا محتاجين نديها له، اذا كان كالندر، اذا كان بقى كالندر او جيميل او ايا كان، ونشتغل عليها بشكل عادي جدا كانه ايجنت. ندي الايجنت ده البرين بتاعه. هنرجع تاني للمين ايجنت، واول ما ندوس على تول هتيجي حاجه اسمها call init workflow tool. هنا انت بتدي الايجنت اكسس على الورك فلو اللي احنا لسه عاملينه. بنختار الكالندر ايجنت مثلا. حاجه مهمه جدا جدا في الديسكريبشن اكتب له الورك فلو ده او السب ايجنت ده مهمته يعمل ايه بالظبط، فلما تيجي تبعت اي امر تكون عارف الايجنت ده بيعمل ايه بالظبط عشان يديله التاسك المطلوب منه. وفي حاجه مهمه جدا جدا، ما ننساش تدوس على كلمه publish، عشان الورك فلو ده مش published مش هتقدر تستدعيه ولا حتى تربطه مع المين ايجنت نفسه، فما تنساش تدوس على كلمه publish. ونفس اللي عملناه هنا هنعمله في الجيميل ايجنت ونعمله في اي سب ايجنت تاني انت عايز تعمله. تعالى كده نجرب ونشوف المالتي ايجنت ستراكشر شكله عامل ازاي. هنقول له مثلا سجل لي ميعاد في جوجل كالندر، وبعد كده السب ايجنت هيروح يسجل ميعاد لوحده. وبكده انت عملت مالتي ايجنت ستراكشر من غير ما تكتب سطر كود واحد وفي اقل من 5 دقائق. في الفيديوهات الجايه هنتكلم عليه بشكل مفصل جدا
واشرحه لكم خطوه بخطوه. وبس كده، لو عايزين اي نوع فيديوهات اكتبوا لي في الكومنتس وانا هعملها لكم.